ايدك اعرف شخصيتك. بسرعه مثلا على سبيل المثال حد يعمل ايده كده كده هي كام بص الايد دي حاجه اسمها الايد المخروطيه. فالايد المخروطيه اللي هي لو حد بص في الايد هي بتبقى جايه زي كوبا كده ماشي كوبا. يعني الشخص ده اللي ايده جايه مخروطيه كده ده حد طموح قوي حد عنده طموحات. طب في حد يبقى عكس شويه لا في حد تاني اللي هو ايده عارفين في ايد كده تحس انها كانها مقطوعه كده للدكان تحس ان الصباع مش عامل كوبا تحس ان هو عارفينها مين هنا ايده صوابعه قصيره شويه مثلا زي كده. ده الشخص من النوع اللي بيتكلم مع نفسه كتير جدا ماشي كتير ايه حبيبي من النوع اللي بيتكلم سلبي قوي مع نفسه اللي هي ايديها محدوده بس من النوع اللي يصاحب يعني صاحب ضغط وممكن يتكلم صاحبه قوي على كتاب نفسه. فده مثلا النمط بتاع حبيبي انت بقى طبعا كمان على الاثنين ندخل على الوش ايوه ده سؤال مهم الكلام ده ثابت ولا لا؟ لو هل كل الناس يعني كده صح ولا غلط يبقى فيه نسبه بس قليله قوي ناخد ما بتفضلش على الكلام ده انما اكتر من 90% من الناس صح. قالوا مع الانسان اكيد الكلام اللي احنا بنقوله الامام الشافعي كان عادي راجل يعني يدرس علم كده فهو عدى على قبيله معينه فالقبيله دي عندها حاجه اسمها علم الفراسه بيعرفوا من الوش كده الشخص ده انماطه ايه وبيفكر ازاي. فاول ما راح قعد سنتين معاهم يدرس الفراسه. بعد ما درس علم الفراسه وهو ماشي قال لك في حد هنا عليه بقى طب كويس. طيب الشخص اللي عينيه زرقاء وواسعه غالبا بتبقى بخيل. طبعا ده علم الفراسه مفيش حاجه معاه فهو ماشي راح قبل واحد الراجل ده واسع عليه واسع وزرقاء قال له تعالى عندي فخده البيت عنده نيمه يعني مش ساكت على ده ايه ده ازاي بعد شويه نيمه فوق بعد شويه خبط عليه وجاب له قال لا بس الفراسه دي خلاص يعني الراجل ده شويه عمل ايه راح خبط عليه تاني وقال له تعالى اوديك الاوضه الثانيه بتاعت الولاد احسن من دي. قال بس الاوضه الثانيه يعني مفيش بعد كده راح نام معاه يوم الصبح جاب له الصبح ده بخيل هتكلم المهم خلاص وبعد ما خلص هو الرجال الشاب ماشي في الشغل قال له نمسك كذا ونمسك كذا فتحاسبوا على كل الحاجات دي. فده اختصار اللي يقول تعليم الفرنسا هنلاقي واحد طبيب يعني ربنا يشفيه وبيتعلم بره دلوقتي هو متخصص بس